احنا النهارده في عظمة التاريخ، مسجد الرفاعي. مسجد الرفاعي من أشهر المساجد الأثرية اللي موجودة في القاهرة، واللي تم إنشاؤه في القرن ال19، وده أول مبنى في العمارة الإسلامية اللي استخدموا في بنائه مادة الإسمنت، وده معناه نقلتهم للعصر الحديث. بالرغم ان مسجد الرفاعي امرت ببنائه خشيار هانم والدة الخديوي اسماعيل، الا انه ما تسماش على اسمها وتسمى باسم مسجد الرفاعي. مسجد الرفاعي من أغرب المساجد اللي ممكن تدخلها، لأن تصاميمها المعمارية الضخمة غاية في الروعة. وفي نفس المكان اللي فيه المسجد الحالي كان فيه مسجد قديم اسمه ذخيرة الملك، اللي اتدفن فيه الشيخ علي الرفاعي. خشيار هانم أسست المسجد سنة 1863، ولكنها ما سمتش المسجد بالاسم ده،